لينا من بودكاست من ورا المراية. البودكاست ده معمول مخصوص لكل واحد فينا حاسس ان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده هو كلامه هو، او حاسس ان كل كلمة بيسمعها هي جواه وحاسس بيها. كل حد بيسمع قصة بتتحكي لكنها بتحكي عنه او عن حد يعرفه او عن حاجة هو عايشها جواه. انا النهاردة هشارك معاكم لحظة كده انا حسيت انه لازم اطلع معنى كده من ورا اللحظة اللي انا حسيتها دي، وهي إن التقدير للحظة اللي بنعيشها دلوقتي. خليكم معايا. أوقات كتير واحنا بنقلب في موبايلنا أو بندور على حاجة قديمة نلاقي نفسنا واقفين قدام صورة كده، يعني صورة قديمة صورناها قبل كده، وقفنا عندها ونفتكر اللحظة اللي كنا بنتصور فيها دي كنا حاسين وقتها بإيه. نقارن بينها مثلا بين صورة صورناها دلوقتي، ونقارن بين الاتنين نلاقي إن في ضحكة فيهم كانت طالعة من القلب في عز ما احنا كنا تعبانين وشايفين إن دي أقصى لحظات تعبنا مثلا، ونيجي نشوفها دلوقتي نقول يا أنا كنت وقتها مبسوط بس ما قدرتش اللحظة اللي كنت مبسوط فيها دي. عن ناس كانوا موجودين معانا متصورين معانا، عن لحظات كانوا بيشاركونا فيها وكنا حاسين وقتها إنه ده عادي. مش قادرين نحس باللحظة ولا نستمتع باللحظة اللي عايشينها دلوقتي، اللي ممكن ما تبقاش موجودة بكرة، ممكن ما تبقاش موجودة كمان شوية. عارفين لما نشوف فيديو قديم واحنا بنضحك كده من قلبنا ونلاقي ان احنا غصب عننا كده دمعتنا نزلت، اللحظة دي ما بتبقاش غريبة يعني ولا بتبقى ضعف، هو بيبقى وجع حلو كده بيسموه bitter sweet pain. الحنين ده هو حنين للحظة احنا عشناها قبل كده، لما شفنا صورتها دلوقتي افتكرناها لما عيطنا، ما عيطناش ان احنا افتكرناها، احنا عيطنا من الاحساس الحلو اللي حسيناه وقتها، حسينا ان احنا حسيناه تاني دلوقتي بس بوجع ان الوقت ده خلاص راح. الحنين ده معنى ان احنا عشنا اللحظة دي، ممكن ما نكونش عشناها بتقدير كافي ليها، كناش مقدرينها وقتها. ساعات بيكون الحنين ده مش بس للأشخاص ولا للمكان اللي احنا فيه، لكن هو بيبقى نسخة قديمة من نفسنا بنفتكر فيها أيام ما كنا وقتها مبسوطين وعندنا كده طاقة، بنحس ان احنا حتى بنكتسب الطاقة اللي احنا شايفينها من صورتنا دي، بنكتسبها تاني دلوقتي لما شفنا الصورة. وساعات الحنين ده بيكون سلام للي كان جوانا، مش للمكان نفسه، للثقة اللي كانت جوانا، للبراءة، لإحساس ان الدنيا كانت أبسط كتير من دلوقتي. بس لازم نكون صراحة مع نفسنا ان الذكريات اللي احنا كنا عايشينها يعني ما كانتش كلها طبعا حلوة. اكيد دلوقتي في حاجات كنا عايشينها زمان كنا بنتمنى ان هي تعدي، ودلوقتي لما بنشوفها نقول الحمد لله انها عدت.
هي بتبقى نوعين أو حاجتين، إحساسين ضد بعض. لما تشوف صورة كانت في أيام صعبة عليك ودلوقتي تحمد ربنا وتقول الحمد لله يا رب إن أنا عديت من اللحظة دي، وتشوف صورة تفكرك بوقت كان حلو عشته بس دلوقتي ما بقاش موجود، أو لحظة وقتها عشتها كنت مبسوط فيها بس دلوقتي ما بقتش موجودة. اللي أنا عايزة أقوله إننا نقدر اللحظة اللي إحنا بنعيشها دلوقتي، سواء كانت هي إحنا شايفينها إن هي صعبة علينا، نقدرها، لأنه الصعب ساعات بيتخلق منه لحظة حلوة نفتكرها بعدين، لدرجة إن إحنا حتى ما نبقاش فاكرين غير الحلو اللي إحنا حسيناه اللحظة دي، ممكن ما نفتكرش الوجع اللي إحنا عشناه. نقدر قعدتنا وسط أهلنا، نقدر الوقت اللي بنضحك فيه مع بعض، نقدر الكلام اللي بنتكلمه مع بعض، حاجات بنحكي عنها وبنفتكرها زمان واحنا قاعدين كلنا مع بعض. نقدر اللحظة دي لأنها في لحظة ممكن ما تبقاش موجودة تاني. عيش اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي إذا كانت حلوة أو انت شايفها إن هي صعب عليك، لأن هي كده كده مش هتدوم. مش هتدوم بمعنى مش مقصودش إنه الحلو مش هيدوم. هو كده كده الدنيا لا حلو فيها هيدوم ولا وحش فيها هيدوم، بس نقدر ان احنا نخلق من الوحش اللي احنا حاسينه ده حاجة حلوة نفتكرها بعدين. في النهاية كل صورة قديمة بتفكرنا بحكاية وبتحط في قلبنا حنين، بس مش لازم الحنين ده يسرقنا من الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي ومن اللحظة اللي احنا عايشينها. اتفرجي، اضحكي، حتى لو دموعك نزلت، بس قولي لنفسك انك عشتي الأيام دي حتى لو كانت صعبة أو حلوة، وهتعيشي غيرها. وكل جزء ووقت ليه حلاوته، وورا كل صورة فيها مراية واحنا لسه بنكتشف نفسنا فيها. عشان كده عيش اللحظة. كان معكم دينا من بودكاست من ورا المراية. باي باي.